هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده جايه علشان اقول لكم رايي في عطور الجاسم. عطور الجاسم طبعا عطور عربيه، واكتر حاجه لفت انتباهي ليها هي السعر. في وسط كل الاسعار الجنونيه في كل حاجه، فالجاسم لقيت اسعار بصراحه ممتازه. يعني اي برفيوم عندهم ب5 دينار، دي اسعار واو. حتى اسعار البخور والمرشات وكل حاجه، فده سعر ممتاز بالنسبة لأسعار العطور العربية اللي بقت معدية. تعالوا بقى نشوف أنا جربت ايه من عندهم، وللأمانة دي تاني مرة أجربهم. أوكي، طبعا الباكج زي ما انتوا شايفين بيجيلكوا الشنطة بتاعتها دي زي كفر أو جراب كده، حلو جدا، جلد يعني للهدايا. اختيار رائع. دي أول واحدة، مش عارفة اسمها لايبر او لايبري. لايبر دي يا رب كده تكون واضحة اهي. عموما هحط لكم صورتها. لايبر دي تاني مرة اجربها، ويعني كررتها لان بصراحة عجبتني قوي قوي قوي. ريحتها يا جماعة يعني مش ريحة عربية بحتة، لا، يعني عربي مع فرنسي. هما كاتبين على الموقع بتاعهم ان هي لافندر. هي مش بس لافندر، يعني انا ريحه اللافندر لوحده مش بحبه قوي، لكن ده بصراحه ريحتها جميله جدا جدا. لازم لازم تجربوها. تاني واحد جبته ودي اول مره اجربه، ده تاني واحد اسمه فلورنس. فلورنس طبعا واضح من اسمه ان هو فلاور، يعني اهو كده واضح. ده ريحته ورود، يعني عشان هعمل الخلطه بيتا دي. ريحته ورد، ريحته نظافه، ريحه منعشه. عارفين الريحه دي؟ بصراحه ممتاز ممتاز رائع. ريحته جميله جدا، ينفع كده للاستخدام اليومي، فعجبني. وبالنسبه لسعره طبعا الشكل ممتاز، الريحه جميله، السعر ممتاز كمان. وجربت كمان من عندهم المرش، بس دي كانت اول مره اجربه. جبت الحجم الصغير ده ب2.5 دينار اهو، والكبير سعره 5 دينار. ده اللي جبته اللي هو ريحة باودر، ريحته خفيفة وريحة نظافة برضو، لان انا بحب الحاجات اللي ريحتها كده خصوصا في الصيف. في الشتاء بحب الحاجات اللي بتبقى على عود وحاجات تقيلة وبخور وكده يعني. المهم ان المرش ده عجبني جدا. يعني ممكن مثلا تحطوه على الهدوم وبعدين تتبخروا وبعدين ترشوا البرفيوم بتاعكم، او طبعا تستخدموه بقى للمفروشات في البيت. انا بصراحة استخدمته في كل حاجة، عجبني جدا. لازم كمان تشوفوه. جبت ده رجالي. المرة اللي فاتت جبنا واحد تاني بس كان خالص مش موجود، فجبنا ده مكتوب عليه اسمان اهو. ريحة واو منعشة يا جماعة. انا ما بعرفش اوصف قوي، بس بصراحة ريحته جميله جميله. رجالي رجالي، ده رجالي، ما تقوليش بقى يونيسكس. رائع. طيب هتسالوني بقى عن الثبات. بصراحه الثبات مش 100%، يعني بتثبت شويه وبعدين تحتاجوا تجددوها، بس يعني جوده مقابل سعر ممتازه. اوكي، يعني عشان نكون متفقين، هي ما بتثبتش الثبات الجامد، ولكن فيها نسبه ثبات حلوه. بالنسبة لسعرها ممتازة. وعلى فكرة أنا جربت حاجات أغلى بكتير وبرضو نفس الثبات. يعني ما تفكروش إن البرفيوم إنه خلاص بسعره، لا. الجاسم هقول لكم على حاجة، انتوا لما تيجوا ترشوا رشوا كتير، يعني برضو كمية البخات اللي انتوا بتحطوها بتفرق. كمية ان انتوا قبل ما تكونوا متعطرين تكونوا مثلا حاطين الرش وحاطين البخور، برضو بيفرق في ثبات العطر. وبس، وان شاء الله اجرب باقي الحاجات واقول لكم رايي فيها.